مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص كالعادة لتوقعات المباريات المرتقبة اليوم الأحد. نبدأ هذا الفيديو بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخبنا المغربي اليوم بإقصاء المنتخب البرتغالي والتأهل مستحق لأسود الأطلس إلى الدور النصف النهائي في إنجاز تاريخي للكرة العربية والإفريقية بشكل خاص. مبروك لمنتخبنا المغربي، وحظ أوفر في مباراة النصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي لما لا التأهل إلى الدور النهائي ورفع كأس العالم في إنجاز لن يتكرر، في معجزة لن تتكرر أبدا في عالم كرة القدم. بدون إبطال سأبدأ معكم بالمباريات المرتقبة اليوم الأحد. كما قلت لكم، هناك مباراة فقط في إطار الدوري الجزائري. هناك بعض المباريات التي اخترتها لكم للتوقعات. أبدأها من مباراة أمل الأربعاء أمام العيد، مباراة بين فريقين انهزما في المباراة الماضية. فريق الأربعاء احتل المرتبة العاشرة، في حين شلوم العيد بنقطة واحدة في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة، ويسير بخطى ثابتة للهبوط إلى دور الدرجة الثانية. مباراة نتوقع فيها فوز الفريق المحلي في الشوط الأول، هالف تايم، وفوز بفارق هدفين. هذه هي توقعاتي خاصة بهذه المباراة. ننتقل إلى مباراة أخرى، مباراة بين أولمبي الشلف واتحاد العاصمة. كما تلاحظون ترتيب اتحاد العاصمة في المرتبة السادسة، أولمبي الشلف في المرتبة 13. المباريات الأخيرة لفريق الشلف نتائج إن صح التعبير سلبية، في حين اتحاد العاصمة نتائج أيضا غير مستقرة، سلسلة من التعادلات لكن من دون هزيمة. في هذه المباراة نتوقع فيها فوز أو تعادل اتحاد العاصمة. في مباراة تالية شباب قسنطينة أمام البيض، الفريقان فازا في الجولة الماضية. الترتيب هو في شكل تالي: فريق قسنطينة وصيف البطولة، في حين البيض في منتصف الترتيب. المباراة نتوقع فيها فوز الفريق المحلي بسبب أفضلية الملعب والجمهور. في مباراة رابعة حامل اللقب في 3 مباريات متتالية، شباب بلوزداد يستقبل فريق خنشلة. مباراة نتوقع فيها فوز فريق بلوزداد وأكثر من هدف في المباراة. مباراة مقرة أمام شبيبة القبائل. ترتيب كما تلاحظون، شبيبة القبائل هذا الموسم يعاني رغم الانتصارين المحققين في الجولتين الفارطتين، في حين مقرة أيضا لا يعيش أحسن أيامه. مباراة نتوقع فيها فوز أو تعادل لفريق الضيف شبيبة القبائل وأقل من 3 أهداف في المباراة. في مباراة أخرى، مباراة مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف. ترتيب كما تلاحظون على النحو التالي: سطيف في المرتبة الثالثة، مولودية في المرتبة السابعة، ليس هناك فارق كبير في المستوى والنقاط. في هذه المواجهة نتوقع فوز أو تعادل فريق مولودية الجزائر، وفريق وفاق سطيف لا يخسر بفارق هدفين، هانديكاب أقل من هدفين. في مباراة أخرى فريق الثورة يستقبل فريق مولودية وهران. الثورة الذي انتعش في الآونة الأخيرة بسبب النتائج التي يحققها، استقرار في النتائج، في حين وهران لولا الانتصار المحقق في الجولة الماضية بإرادة اللاعبين بعد الإضراب الذي قاموا به لكانت الكارثة لفريق يتجه بخطى ثابتة نحو المجهول. في هذه المباراة فريق الثورة كما تعلمون فريق قوي داخل دياره ولا يضيع الكثير من النقاط. نتوقع فوز الفريق المحلي. هذا ما لدينا من توقعات خاصة بمباريات الدوري الجزائري. نتمنى أن تكون التوقعات قريبة